مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص والمطول الذي خصنا به سيادة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح إلى انتخابات الرئاسة المصرية المرتقبة بعد أيام قليلة. والحوار طبعا يتناول كافة التحديات التي تواجهها مصر إن كان على المستوى الداخلي بعد هذه السنوات العاصفة أو على المستوى الخارجي في منطقة تغلي من شمالها إلى شرقها ومن غربها إلى جنوبها، طبعا بعدة بلدان وبعدة حروب ونزاعات. مساء الخير سيادة المشير وأهلا بك إلى هذا اللقاء عبر قناة الحدث. مساء الخير وبسم الله الرحمن الرحيم، وأنا بشكرك وأهلا وسهلا، واسمحي لي أن أنا أوجه التحية والتقدير والاحترام لمشاهديك. يعني أهلا وسهلا. شكرا لك. المشاهدين من كافة أنحاء العالم العربي أكيد يتابعون أخبارك ولقاءاتك، ومسار الحياة السياسية المصرية عموما مهم للعرب، وأكيد حضرتك كما في مصر كذلك في البلدان العربية محط ترقب ومتابعة واهتمام. فالآن في الانتخابات الرئاسية المشاهدين يتطلعون إلى سماع آرائك خاصة بقضايا تخرج عن حدود مصر أيضا. سيادة المشير، في بداية الحديث فقط أريد أن أسمع من حضرتك تعليق على الأحداث اللي نامت عليها مصر للأسف البارحة، إن كان في سيناء أو في القاهرة، مع استهدافات جديدة هي ليست جديدة من نوعها ولكن هي الأحدث الآن. اسمع تعليق حضرتك. صحيح. هو طبعا احنا دايما اقول لما نيجي نقارن الموقف في مصر والموقف الامني بالذات، يعني صحيح الحدث اللي بيكون زي حدث امبارح بيكون ضغط على المتابع يعني، واي ضحايا بتسقط بتبقى مؤلمه لينا كلنا كمصريين، لكن بنقول ده لما نيجي نقارنه باسابيع وشهور سابقه احنا في موقف افضل وبنتحسن يوم عن يوم، سواء كان في سيناء او في اي حته في مصر. وده امر لازم نكون متوقعينه ولازم نتعامل معاه لغايه لما ننهيه تماما. لازم هننهيه تماما، لكن احنا ماشيين. انا بقول ماشيين بتكلم باسم المصريين مش باسم انا شخصيا يعني. فده امر متوقع ممكن يستمر شويه لغايه لما تعود مصر تاني الى حاله الاستقرار اللي احنا كلنا كمصريين بنتمناها. احنا هنجيلها وهنوصل لها اكيد. نعم أكيد، هذه أمنية المصريين والعرب جميعا طبعا. ولكن هل تعتقد بأنه هذا النوع من الأحداث مرتبط بالانتخابات الرئاسية أو هو في سياق متصل منذ ما بعد 30 يونيو؟ هم بيتهيألهم إن هم هيخوفوا المصريين. المصريين ما بيخافوش. المصريين ما بيخافوش. المصريين هينزلوا الانتخابات لأن دي إرادة شعب، بغض النظر هم هيختاروا إيه، لكن هينزلوا عشان يقولوا إحنا موجودين وإن إحنا اللي احنا عايزينه هنعمله. مفيش كلام. يعني حضرتك متفائل بنسبة الاقتراع العالي سلفا؟ ازاي السؤال ده يتسأل وتبصي شوفي 30/6 احنا بنتكلم على ملايين، شوفي 26/7 بنتكلم على ملايين. مين نزلهم؟ ده احساس بالمسؤولية واحساس بالخطر للوطن واستعداد للزود عنه. ده اللي المصريين بيعملوه. لا طبعا متفائل. هل اليوم نحن نترقب طبعا انتهاء كل عملية التصويت في الخارج، وبعض البشائر بدأت تلوح فيما يتعلق بالاقتراع وتشير كثير منها إلى تقدم كبير لحضرتك بكثير من الدول، وأيضا النسبة كانت كبيرة إلى حد بعيد. هل حضرتك تعتبر ذلك مؤشر أم مصريو الخارج ربما لهم أولويات مختلفة عن مصريي الداخل؟ أنا بقول للمصريين المهم في الداخل أو في الخارج إن أنتم زي ما الحقيقة المصريين في الخارج ادوا درس كويس قوي وقالوا للدنيا كلها إن إحنا موجودين وبنتحرك وهنتحرك. ده في الخارج. إحنا عايزين في الداخل كده برضو، عايزين كل المصريين يأكدوا للعالم كله إن اللي حدث في مصر، لأن طبعا حصل خلال
ال10 شهور دول كلام كتير على ان الاجراءات دي الاعلام ما كانش الامور واضحه بالنسبه له، الخارجي انا اقصد. وطبعا الاله آلة الكذب كانت بتشتغل بنطاق واسع، وعشان يقولوا او يدوا احساس وانطباع مخالف للواقع في مصر. واحنا عايزين نأكد ان في واقع حقيقي، هو ان المصريين اتحركوا وخرجوا ومحدش هيقدر يرجعهم تاني. فالانتخابات القادمة هتؤكد ده. كل ما حجم المصريين اللي هينزل يكون كبير، بغض النظر عن النتائج لمين، الموضوع أكبر من كده. إرادة المصريين أكبر كتير من إن هي تقيم هتعطى لمين، بس هم ينزلوا ويختاروا ما شاءوا ونحترم خياراتهم. استعملت حضرتك الآن تعبير آلة الكذب. نعم. هل تتحدث عن آلة الكذب بالمعنى السياسي الداخلي لخصومك، أو آلة كذب أيضا خارجية أو إعلامية خارجية؟ لا أدري. آلة الكذب أنا بعتبرها دون ما أنا يعني أشخصنها في حد بعينه أو في جهاز بعينه أو في فئة بعينها، هو كذب. كذب بس له مديرين يعني محركين، لكن كذب، ولا يمكن ينجح الكذب، لا يمكن ينجح. لازم تكونوا عارفين كده. الصدق هو الباقي وهيستمر، لأن ربنا بيحب الصدق. فهي قالت كذب فمش هتنجح، وديكوا شايفين النتائج. طبعا حبل الكذب قصير كما نعم. يقال بالعاميات. بس ايضا يعني نسبه الاقتراع حضرتك الان تربطها بالاستحقاقات السابقه اللي كانت كلها على شكل استفتاء على مستقبل مصر واستفتاء على القبول لخارطه الطريق وما يحصل الان. هل نسبه الاقتراع العاليه ترتبط ايضا بالنسبه لحضرتك بنفس المسائل الان، لذلك تريدها عاليه وان لم تاتي على الاقل كما تتوقعون؟ هل سيكون ذلك محبطا يعني؟ إن شاء الله مش هيبقى فيه إحباط إن شاء الله. لكن عايز أقول على الإجمال بقى ده بيعكس وعي، مش وعي مصر بس بالمناسبة، في وعي عربي بيتشكل دلوقتي. نعم. والنقطة دي ننتبه ليها جميعا، مش واخدين بالنا. الناس قاعدة بتشوف وبتتابع وبتراقب. فمش بس الوعي المصري، لا، الوعي العربي خد دفعة كبيرة جدا جدا، وخد حالة من الانتباه تجاه المخاطر اللي بتهدد أمنه واستقراره، ودي حاجة كويسة قوي. فمش عايز أفصل مصر عن محيط مصر. المصريين انتبهوا ووعيهم بيزيد، وكمان العرب، كل العرب انتبهوا ووعيهم بيزيد، وده مهم. ولكن المصريين هم الذين سيقترعوا، يعني يمكن العرب يتمنون أنه يكون عندهم دور. خلي بالك، أنا لما بتكلم على حالة الوعي اللي أنا بتكلم فيها كتير وحالة الفهم اللي بتكلم فيها كتير، ده الهدف، إن إحنا نبقى شايفين صح، فاهمين كويس. لأن إحنا لو عرفنا ده هنتحرك في كل تحركاتنا، مش على قد استفتاء بس. مسار حركتنا هيبقى مسار في الاتجاه السليم. إحنا محتاجين ده، محتاجين نبقى شايفين كويس صح وبنفهم صح عشان نتحرك صح. أيضا بسؤال متعلق بتصويت المصريين في الخارج بين انتخابات 2012 لاحظنا أنه كان في انقسام، يعني كل دولة كانت نسب التصويت فيها تميل باتجاه معين، باتجاه مرشح وباتجاه ما يمثل هذا المرشح سياسيا. هذه المسألة لا يبدو على الأقل حتى الآن مما ظهر بأن نفس الشيء حصل بهذه الانتخابات. هل تغير المزاج لدى المصريين أم من جديد مصريو الخارج غير مصريو الداخل؟ لا، هو ده شعور بالمسؤولية وشعور بالخطر واستدعاء حالة لمجابهة تحديات هذا الوطن. نعم. دي إجابة. انتهت؟ إجابة. سؤالي كان أطول من الإجابة لذلك توقعت إجابة أطول. طيب، يمكن
الآن نحن نترقب الانتخابات، ولا يمكن أن نسأل عن يومي الانتخابات، فقط في ترقب أمني واقتراعي أكيد. لذلك سأنتقل إلى الكلام الآخر والأسئلة الأخرى، وأبتدئ من فكرة أساسية ربما وقف عندها كثيرون منذ أن باشرت حضرتك بالحوار مع الإعلام قبل فترة ليست ببعيدة. بشكل مباشر، المرشح عبد الفتاح السيسي هو مرشح من في مصر؟ مرشح المصريين، كل المصريين. نعم. كل الفئات وكل يعني طبقات. غالبية المصريين، عشان أكون صادق ومنصف في كلامي. غالبية المصريين كده شايفين إن الحالة مستدعية، وبيعتقدوا إن أنا ممكن أكون قادر على مجابهة هذه التحديات. وأنا بتمنى إن أنا أكون كده صحيح، وهعمل على كده صحيح. إن كل التحديات اللي بتجابه مصر أتصدى ليها وأحلها بشكل أو بآخر. مصر بس؟ لا. والمنطقة لو أمكن، مع الأشقاء لازم نبقى كلنا مع بعض. لازم كلنا نبقى مع بعض. مش هينفع نعيش كده، عشان الوطن ده الوطن مش مصر بس. الوطن في السعودية، الوطن في الأردن، الوطن في الإمارات، الوطن في الكويت، الوطن في الجزائر. كلنا احنا بنشوف الدنيا كلها بتتكاتف، وبتشوف عناصر تتوافق وتتفاهم فيها مع بعضها، واحنا عندنا العناصر ديت مش محتاجين حتى ندور عليها. رح يكون لنا حديث مطول متعلق بالعلاقات العربية وأيضا الأوضاع العربية عموما، وخصوصا بدول محددة الآن تعيش يمكن أصعب الأزمات بالنسبة لغيرها. ولكن بنفس السياق، يمكن بعض من قارئي كلامك ومتابعيك في هذه الحوارات اعتبر بأنه حضرتك تتوجه بشكل أساسي إلى الطبقات الفقيرة والطبقات الشعبية. ما تعليقك على هذه الرؤية؟ هل فعلا حضرتك يعني تحب أن تكون قريبا إلى هذه المجموعات بشكل أساسي أكثر من غيرها؟ مش دي المجموعات والطبقات الأكثر احتياجا؟ مش دي الطبقات الأكثر ضعفا؟ طبعا المفروض أن أنا أبص وانتبه وأخلي بالي من هذه الطبقات، لأن هي بمنتهى البساطة كده الناس الغلابة، احنا بنقول كده في مصر عندنا. الناس الغلابة. نعم نعم، هنفضل سايبينهم في غلبهم كده؟ أنا ما أقدرش أعيش من غير ما أجري عليهم وأجري معاهم وأجري ليهم. ما أقدرش. يعني هم هدفك وهم أيضا طموحك؟ أصل الباقي مش محتاج مني حاجة أبدا. محتاج مني إن أنا أوفر له الأمن، الاستقرار، العدالة، الحرية، الديمقراطية، وده أمر ممكن. لكن الغلبان لا، محتاج جنب ده كمان إن حد يجري على مصالحه ويراعيها. لكن المواطنين كلهم زي بعض يعني، لكن دول أكثر احتياجا. بهذا المعنى هم الآن تتوجه لهم في هذه الانتخابات وفي مشروعك الرئاسي، يعني طبعا إذا ما انتهت النتيجة لمصلحتك كما يتوقع الجميع؟ لا، عشان أكون منصف، لا، هم الجهد كله هم المستهدفين بيه. لكن ده ما يمنعنيش إن أنا أعمل فرصة، لأن أنا محتاج جهد كل الناس. نعم. يعني المستثمر المصري بس لا، المستثمر العربي بس لا، المستثمر الأجنبي كمان. في فرصة كده، احنا عايشين على حجم صغير قوي من أرضنا بقالنا سنين طويلة. نعم. فممكن قوي يعني نتمدد على أرض مصر أكتر من كده بكتير، ويبقى في فرص استثمار لكل من عايز يكون عنده استثمار جاد في مصر. احنا هندي فرصة حقيقية. قوانين الاستثمار المطلوبة عشان تفتح الآفاق هنعملها. حماية تعاقداتنا وتعاقدات الآخرين معانا هنعملها. يعني ندي للناس حقوقها وناخد كمان احنا حقنا. ده اللي احنا هنتحرك فيه. سأتابع قليلا بهذا الموضوع، ولكن بشكل مخصص أكثر بالنسبة تحديدا لموضوع الشباب. شباب
الذي نزل إلى الشوارع في 25 يناير وفي 30 يونيو، لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير ونعود إلى حوارنا مع المشير عبد الفتاح السيسي. ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم مرة جديدة إلى حوارنا مع المشير عبد الفتاح السيسي مرشح انتخابات الرئاسة المصرية في هذا اللقاء المطول، والذي نتابع فيه سيادة المشير من موضوع الشرائح التي تتوجه لها. في أيضا ممن تابعوا كلامك توقفوا كثيرا فيما يتعلق بمسألة التوجه إلى الشباب والعلاقة مع الشباب، وكيف تم يعني لا أريد أن أقول استخدام، ولكن كيف تم التعامل معها في وقت الآن يقال بأنه الشباب ربما أيضا لن يكونوا متحمسين أو سيصوتوا لمنافسك. أنا مقدر، أولا مقدر رأيهم واختيارهم أيا كان هذا الاختيار. يعني توجههم واختيارهم ده أمر مقدر وأنا بحترمه وأقبله بمنتهى الوضوح. لكن أنا شايفهم إزاي ده أمر تاني خالص مهم. الشباب في مصر مظلوم وبقاله كتير من السنين بيعاني من الظلم ومفيش فرصة، ما عندوش أمل. من أي ناحية مظلوم؟ أنا عايز أقول لك من كل النواحي. هي ظروف بلدنا كده وهم أكتر ناس عانوا من ده. ومصر إحنا دايما بنقول إن هي كتلة الشباب اللي فيها ضخمة جدا. صح. فالكتلة اللي عايزة تشتغل، الكتلة اللي عايزة تعيش، الكتلة اللي عايزة يبقى عندها بيت وعنده أمل للمستقبل، مفيش فرصة كانت. فهم راحوا للتغيير وعايزين يشوفوا تغيير حقيقي. مش هقول يعني اصبروا وانتظروا، شوفوا احنا ناويين نعمل معاكم ايه لو كان لينا نصيب في ده. شوفوا احنا بنبص لكم ازاي بحب، بنبص لكم ازاي باحترام، بنتمنى ان انتوا تبقوا موجودين معانا دلوقتي. ازاي احنا عايزين نجهزكم صحيح وتشاركوا في المرحله اللي احنا فيها عشان تبقوا انتوا قاده المستقبل. هتشوفوا ده ساعتها الامر هيتغير. يعني لكن هم دلوقتي قاعدين بس يعملوا كده. ايه، ما هو لذلك عم بسال. هم معذورين يعني يثقوا ازاي يعني، فمعلش. بس هن كان عندهم ثقه كبيره يعني قبل عام. هل تعتقد انه في شيء اهتز بهذه الثقه او في شيء اخر حصل؟ لا. المسائل في اسئله اكثر. لا انا ما اقصدش كده، انا بتكلم ثقه في الحاله وليس ثقه في الشخص. اوكي. فهم عايزين يشوفوا طب احنا مصدقينه، طب احنا عايزين نشوف على الارض هيعمل ايه في الواقع يعني. عم بشعر باجابتك وكانه حضرتك عم تقول يعني هيك الاخ الكبير، حتى لا نقول الاب، اللي يعني يستوعب ما يفكر به هؤلاء الشباب ويعطيهم الفرصه للسنوات المقبله. يعني هو ده حقهم. حقهم عندي انا شخصيا ان انا طبعا اصبر واكلمهم واحاورهم لغايه لما واعمل كل ما يمكنني عمله من اجلهم واجل غيرهم. نعم. بس هم الكتله الكبيره في مصر. نعم. كتير. شعب شاب يعني كمان. ايوه امه شابه. صحيح. شعب شاب. نعم. اكيد. من هون ننطلق في مسائل. هؤلاء الشباب يمكن يعتبروا انهم رفعوها كشعارات اساسيه تتعلق بالمستقبل السياسي للحياه السياسيه المصريه. وبهذه النقطه هناك من راى انه ربما كان على الاقل وقفات تستدعي السؤال عنها، مثل مسألة يمكن قانون التظاهر وغيره. نتمنى أنه نسمع إجابتك الواضحة حول هذه المسألة ورؤيتك فيها، علاقتها بالأمن وعلاقتها بموضوع الحريات كما يراها الشباب. أنا كان لي لقاء مع الأحزاب امبارح الحقيقة. وكان كلامي ليهم أول كلمة قلت لهم من فضلكم فين الشباب في أحزابكم؟ فين دورهم؟ عملت لهم إيه؟ أنا مش شايف. وكانت كلامي كله على إن لابد إن القوى السياسية في مصر والأحزاب اللي موجودة في مصر تبقى تحتوي، يبقى فيها نسبة معقولة أو نسبة معتبرة من شباب مصر. أدي واحدة. النقطة الثانية
ومن غير ما حد يفهم ان احنا بنحاول نستقطب. احنا مستعدين كدوله في لاحقا يعني ان احنا ندعم الشباب ان هو يبقى ليه كيان حزب سياسي مش تبعنا، مش تبع الدوله، عشان بس الامر يبقى واضح. والكلام ده انا اتكلمت فيه قبل كده معاهم في ابريل 2011. قلت لهم اعملوا حزب او اتنين ونساعدكم بكل اللي انتوا عايزينه عشان يبقى فيه توازن في الخريطه السياسيه او القوى السياسيه في مصر. نعم. وهم تشككوا برضو وقتها، الموضوع بطرحه مره تانية. في فرصه تدعوهم الان نعم. الى ذلك. نعم، لازم يكونوا موجودين ولازم يكون لهم دور ولازم يكونوا يعني يمارسوا ده، ياخدوا نصيبهم في الحياه السياسيه في مصر. انا شايف ان ده امر لازم نتحرك ونشتغل عليه في مصر عشان شبابنا. حضرتك اتكلمت عن قانون التظاهر. يعني هو القانون ده بمنتهى البساطة بينظم العملية ديت، ودايما نقول يا ترى القانون ده أو التظاهر في حد ذاته هو يعني غاية ولا وسيلة؟ هي وسيلة للتعبير. يمكن بالعالم العربي ممارسة أيضا لم نعتدها كمان. أنا عايز أقول هي وسيلة على كل حال. طيب أنا كان برضو كان ليا لقاء مش هقول مع مين، ففي حد قال لي من فضلك أنت يعني عملتوا قانون يعني تنظيم التظاهر، طب إحنا عايزين قانون يقول اللي مش عايز اللي ما بيحبش التظاهر يعني يعمل إيه يعني؟ كان يعني صحيح بيقول طب ماشي يعني أنتوا قاعدين تتكلموا على الناس اللي عايزة تتظاهر، طب الناس اللي عايزة تعيش من غير ما يكون في تظاهر نعمل فيها إيه؟ عشان كده بقول إن إحنا لازم نخلي بالنا إن إحنا وإحنا بنتحرك في ده. وبقول لكل اللي بيسمعني ان انتم مش بتبصوا على من نافذه كده على تطور الحياه في مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، حاجات كتير قوي. فمهم قوي انكم انتوا تعرفوا ان ده تطور بيحصل، مش عايزين ان هو واحنا بنتحرك عليه نأذي بلدنا من غير ما نقصد. لان في الاخر مع كل الاحترام والتقدير للتعبير عن الراي، مش عايزين واحنا بنعبر عن راينا نأذي بلدنا. لان مهم قوي ان نبقى مدركين ان واحنا بنتكلم في كده في حاله امنيه مش مستقره نتيجه اعمال ارهاب وعنف، مش عايزين نفصلها عن الواقع بتاعنا. وده مش معناه ان الدوله تبقى دوله امنيه بالمناسبه، لكن عايز اقول حطوها في الاعتبار. حطوا في الاعتبار ان في ناس كتير عايزه تعيش، عايزه سياحه عشان عايزه تعيش، عايزين نرفق بهم. انا دايما بقول ايه، هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه او يرفق به. ارفق بالناس دي، وارفق بالناس اللي عايزه تمشي في الشارع في امان وسلام وهتتفزع من الصوره ديت. ارفق بالناس اللي عايزه تشتغل والصوره دي هتمنع الشغل. نعم. يعني مش معقول ان احنا نكون باصين للموضوع على ان هو الموضوع كده بس. بقول ده تنظيم، قول لي بس امتى هتتظاهر والمكان، ومحدش بشنة للدوله، ومحدش بيقول لحد لا. محدش بيقول لحد لا. دي نقطة. النقطة التانية، القانون ده وانا الحقيقة شايف ان حتى ان انا اقول كده مش لائق بصراحة، ان انا اقول ان احنا جبنا القانون الانجليزي والبريطاني وكأننا لا نستطيع ان احنا نعمل قانون يبقى فيه معايير جيدة على مستوانا العربي او المصري. لا نقدر نعمل، لكن على كل حال احنا جبنا القوانين اللي بتنظم ده في انجلترا وفي فرنسا وفي امريكا يمكن. ومهم قوي ان يبقى نشوف هم بيعملوا ايه، بينظموه ازاي، واحنا عاملينه ومنظمينه ازاي، قبل ما نقول القانون في حد ذاته كقانون مرفوض. لان احنا مش عايزين نأذي بلدنا من غير ما نقصد. وانا بقول تاني، يعني اذا كنا بنتكلم على اشكاليه اقتصاديه ضخمه جدا، اشكاليه امنيه ضخمه جدا، اشكاليه حتى سياسيه ضخمه جدا، ازاي نفصل ده عن تداخل العناصر نعم كلها مع وتاثيرها السلبي على بعضها؟ ازاي احنا نقول يعني نروح سايبين ده كله وماسكين الموضوع ده فقط ونقول انا عايز اعيش بالحريه والديمقراطيه وده مقبول،
يمكن لأنه بس في تراث، تعال ننظمه مع بعض. نعم، يمكن لأنه في تراث يخيف هذه المجموعات الشبابية الآن، أنه مسألة الأمن استعملت دائما ضد الحياة السياسية. يعني احنا بنتكلم على مرحلة المصريين خرجوا منها خالص ومش خلاص. هيرجعوا لها تاني. بصراحة. أوكي. وبنقول كده، بنقول يعني احنا بنتكلم بس ايه، ما حدش كمان هيقدر يحط المصريين غصب عنهم بصراحة. لكن بنقول واحنا بنعمل ده عايزين نخلي برضو من نفس، نخلي بالنا من مصر. مهم قوي، مهم قوي ان احنا كمان نشوف ما حولنا في المنطقة بتاعتنا، ما حولنا في دول تانية، ونشوف الممارسات لو ما كانتش متظبطة ممكن تعمل ايه. بصراحة كده، بدون دخول بأسماء. لا مش عايز اقول اسماء دول عشان لا يليق طبعا. يعني، لكن شوفوا يعني، عايز يعني هات الحالة دي وشوفها. بقول مش بس في المنطقة العربية، في دول تانية بعيد عننا، شوفوا الحالة دي وصلت البلد لإيه. أنا مش بخوف حد، لكن وأكيد هم حريصين أي حد على مصر أكتر مني كمان، بس إحنا بننبه بعضنا. كلام حضرتك عن لقائك مع الأحزاب السياسية ووجود الشباب فيها حقيقة يعني جعل فكرة تعود إلى رأسي حول مسألة نوقشت بتجربة مصر في ال4 سنوات الماضية، بأنه هل في مشكلة بالعالم العربي وتتبلور في مصر، لأنه مصر عندها أولا هي الدولة الأكبر من ناحية عدد السكان وفيها حيوية كبيرة، بأنه نحن بعد كل هذه السنوات والتجربة المستقلة يمكن حوالي أقل من 100 عام، بس كل هذه التجربة أنه نحن إما أمام مشروع إسلامي يحكم أو مشروع عسكري. لم ننضج لكي يكون لدينا حياة مدنية سياسية. هو النضج بياخد وقت على مستوى الدول، لأن عمر الدول مش زي عمر الناس. قد ايه لنطمن الناس بس. لا صحيح، يعني انت شوفي اوروبا قعدت قرون، وما بقولش كده ان احنا هنقعد، لان المعدلات التقدم الانساني دلوقتي زادت. يعني الساعه الانسانيه دلوقتي مش زي الساعه الانسانيه من 500 سنه. يعني فمعدلات التقدم ما بقتش تاخد المدى الزمني العميق اللي كانت بتاخده قبل كده. لكن على كل حال احنا بنقول في التجربه الاوروبيه المتابع ده يجد ان هم قعدوا قرون طويله في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها. احنا اذا كنا بنتكلم حتى في 100 سنه وده مش حقيقي قوي يعني، لا طبعا احنا فين منه، احنا ماشيين وبنتحرك بشكل كويس قوي، بس عايزين نخلي بالنا واحنا بنتحرك. نعم. بهالجزء سؤال اخير سريع، هل هذا يعني برايك حسب انطلاقا من مصر وليس بحسب انطلاقا من مصر المشروع الاسلام السياسي كحكم انتهى؟ انا دايما بقول ايه، انا بقول ان الموضوع اكبر من كده. بقول ان الخطاب الديني، وهقول بقى الخطاب الاسلامي مش الديني لحد تاني يعني عشان بس الامور تبقى واضحه. الخطاب الاسلامي عند المسلمين في مشكله، ودليلي اللي باكده دايما، ممكن كتير من الناس ما تخشش في الدايره ديت، يقول لك خليك بعيد عنها. لكن ليه ابقى بعيد عنها؟ بصوا كده، بصوا شوفوا الخريطه بتاعت المسلمين عامله ازاي. نعم. اذا كان ده الاسلام ده موضوع تاني. ففي هذا نقاشنا كلنا على كل حال. نعم. هذا نقاش كل العالم العربي. نعم. ايضا نذهب الان الى فاصل، من بعده نتحدث عن تحديات مصر الخارجيه على حدودها بالتفصيل، ونعود مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى حوارنا المفصل مع المشير عبد الفتاح السيسي مرشح انتخابات الرئاسة المصرية بعد أيام قليلة. سيادة المشير طبعا مرحبا بك دائما، والآن نصل إلى الكلام عن تحديات مصر الخارجية. حقيقة أود أن أبدأ من التحدي اللي يفرض نفسه في الأيام الأخيرة، وهو حدود مصر الغربية مع ليبيا. ليبيا تشتعل في وضع فيها
نتمنى أنه لا ينزلق إلى حرب أهلية أو نزاع أهلي، ولكن ربما تكون محاولة لوقف ذلك. أود أن أسمع رأيك بالحاصل في ليبيا وتأثيره على مصر. ليبيا طبعا الأحداث اللي حصلت فيها خلال السنتين 3 الأخرانيين دول، الموقف في ليبيا لم يتم معالجته المعالجة المثلى بعد سقوط نظام القذافي. نعم. احنا دلوقتي بنشهد استمرار الحالة دي، مش سقوط نظام بقى، احنا كده بنتكلم في سقوط دولة تفضل بشكل لا يليق ان احنا نقف نتفرج عليها كده. وبقول كان وانا بقول الكلام ده للغرب بمنتهى الوضوح، انتم مسؤولين مسؤوليه امام التاريخ وامام الانسانيه وامام الضمير، ان انتم المهمه لم تكتمل في ليبيا. كان لابد من تجميع السلاح، كان لابد من رفع كفاءه الاجهزه الامنيه والقدرات الامنيه في ليبيا، كان لابد من الجيش الليبي يكون قادر. ليبيا دوله متراميه الاطراف، حدودها معانا فوق ال 1200 كيلو، حدودها البحريه فوق ال 2000 كيلو، حدودها مع الاشقاء في الجزائر وتونس ضخمه جدا اكثر من 1000 كيلو، نفس الكلام مع تشاد اكثر من 2000 كيلو. مين هيسيطر ويأمن ده؟ كل مخازن السلاح الليبي مرميه، اترمت في الصحراء، وبقت النهارده بتهرب لمصر وبتهرب لدول الجوار، وده معناه عدم استقرار لمصر والدول الجوار الاخرى. كان الكلام ده المفروض ما يتسابش، بعد ما تنتهي المهمه يتجمع السلاح، يشوف هيتم التخلص منه ازاي او يتسيطر عليه ازاي، يشوف العناصر المسلحه اللي موجوده هيتم التعامل معاها ازاي. احنا بنعمل حاله تشرذم داخل ليبيا، ويبقى مش هيبقى فيه استقرار، وهتبقى تجربه مريره جدا جدا. اللي حصل في ليبيا تجربه مريره جدا بصراحه، ولازم نخلي بالنا. عشان كده بقول طب احنا ده بيأثر علينا ازاي؟ على الجانب الاخر من الحدود مفيش يعني تواجد حقيقي لليبيين عشان يسيطروا على حدودهم معانا. الحدود تأمينها عمل مشترك بين الدولتين المتجاورتين، يعني مش بس المصريين اللي بيأمنوا حدودهم، لا، ده الليبيين بيأمنوا من ناحيتهم في أرضهم، وإحنا بنأمن في أرضنا. نفس الكلام مع بقية الدول الأخرى. لو الكلام بقى على عاتق دولة واحدة، يعني على عاتق المصريين بس، ده عبء كبير وتكلفته باهظة، خاصة لو ما كانش فيه كمان سلطة حقيقية تسيطر على السلاح اللي موجود في كل حتة، على في عناصر موجودة استغلت ضعف وهشاشة الموقف الأمني في إنها تتواجد في ليبيا، بؤرة جذب للتطرف والإرهاب. لا، فالمجتمع الدولي والعربي معني بدعم الموقف في ليبيا واستقرارها. حضرتك عم تتحدث انه حتى مع ضيوف الاجانب، نعم، توجه لهم جزء من المسؤوليه فيما يتعلق بما حصل بعد انهيار النظام. هل كان يعني الغرب كان يقول وقتها بانه هو يساعد في حدود الجو، لن يكون متواجدا على الارض حتى لا تتكرر التجربه العراقيه، والجيش انقسم اصلا منذ بدايه ثوره 17 فبراير، انقسم الجيش وبالتالي لم يكن موحدا عندما يعني كيف كان يمكن ان يضبط هذا الوضع بالخريطه التي رايناها عندما سقط النظام؟ ما هو احنا ده درس لازم نعالجه، حتى لو كان التقدير ساعتها ان المعالجه تبقى بالطريقه ديت، ده كويس، وهنقول ان كان في خطأ في التقدير. لكن دلوقتي بعد ما اتضح لنا الموقف، هنسيب الموقف في ليبيا كده؟ هنسيب عدم الاستقرار ده يبقى كده؟ هنسيب ليبيا تبقى بؤرة لجذب العناصر الإرهابية والتكفيرية؟ معلوماتكم تشير إلى وجود كثير. طبعا هي تبقى قاعدة انطلاق للجيران، مش لمصر بس، لكل جيرانها. هل ده هيبقى مقبول؟ في مسؤولية، مش مسؤولية جزئية بالمناسبة للدول الغربية، دي مسؤولية كبيرة. مسؤولية
يعني أن ذلك حصل عن غير قصد أو عمدا؟ انا دايما بفترض، دايما بقول حسن النيه على طول. بس بسياسة ما في نوايا، معلش، في خطط، في مرحله بتبقى عايزه تتكلمي دايما بحسن النيه. عشان الامور مش كل الامور واضحه. الواقع اللي احنا بنعيشه كلنا مش كل الامور واضحه فيه عشان نقول سوء نيه ولا حسن نيه. نعم. لكن على الاقل نعالج المساله، نعالج الموقف ده. وانا بقول ان الجسد العربي فيه جروح كثيره جدا محتاجه ان هي تترمم وتتطيب، ولازم الجسد العربي يرجع تاني افضل مما كان. طيب، هل الحاصل في ليبيا هو الاخطر على مصر ام الشرق هو الاخطر؟ بصراحه مصر ما قابلتش تحديات امنيه زي اللي احنا بنقابلها دلوقتي في تاريخها. بصي، سيناء اللي هي الشرق فيها عناصر إرهابية ومتطرفة وتكفيرية، وطبيعة سيناء الصحراوية والجبلية وعدد سكانها اللي مش كتير وظروفها الاقتصادية ويعني أغفلت كثيرا، خلت المكان ده بؤرة إرهاب حقيقية. خلي بالك، تصوري نشيطة جدا كانت نشيطة جدا وكانت خطيرة جدا. لكن هل هي انتهت؟ ده اللي احنا بنشتغل عليه بقالنا 10 شهور دلوقتي، وهنكمل المهمة. ادي حدودنا الشرقية. الخطر في ده ايه؟ تصوري ان سيناء تبقى قاعدة انطلاق لهجمات ضد جيرانها. ده هيبقى مقبول من جيرانها ولا لا؟ جيرانها قصدك يعني كل ساحل البحر الأحمر؟ لا، أنا بتكلم جيرانها حدودنا الشرقية مع إسرائيل على سبيل المثال. وبعدين النهارده كنت بقول لو نزل صاروخ من اللي ممكن يتضرب، لو احنا مش واخدين بالنا، مش مسيطرين عليها على الأرض كويس، ضرب على عائلات ومات حد كتير، سياح 15 20، ده رد الفعل بتاعه ايه؟ فاحنا مسؤولين عن ارضنا، ولازم السياده بتاعتنا تبقى سياده كامله في ان احنا نمنع ان مصر بارضها سواء في سيناء او في غيرها تبقى قاعده لهجمات ضد حد. لا نشكل خطر على الاخرين. في التزامات دوليه احنا موقعينها واحنا بنحترم التزاماتنا. ده فيما يخص الشرق اللي حضرتك بتتكلمي عليه، واحنا شغالين على ده. شغالين مش بس عشان نأمن سيناء، نأمن كمان قناة السويس. ده الممر الملاحي اللي بتمر فيه كتير من التجارة العالمية، وده ممكن يكون مستهدف. لكن احنا في جهد كبير أمني بيتعمل لحمايته عشان الملاحة العالمية تبقى ماشية والتجارة العالمية تبقى ماشية دون أي تهديد. نرجع لليبيا بقى. استمرار الوضع في ليبيا كده رغم كل الجهود اللي احنا بنعملها على الحدود الغربية مش لصالحنا. عشان كده بنقول لابد ان الموقف ده وفي اسرع وقت يتم حدوث استقرار حقيقي للموقف الامني في ليبيا. من يمكن ان يفعل ذلك؟ هل الان الحركة التي يقوم بها جزء من الجيش او الجيش، يعني مش واضحة الصورة بعد، هل برأيك هذه خطوة جيدة يعني يمكن ان تساهم بانه؟ انا كل اللي هقوله اتمنى ان يبقى في استقرار في ليبيا من غير ما اخش في يعني في وضع الان على الارض لا يليق ان انا اتكلم عليه او اعلق عليه بصراحه. هل يمكن انه في هناك دول تساعد ليبيا عربيه او غير عربيه؟ هل يمكن انه او من المفيد ان يعود الناتو الى التدخل؟ ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع. هو في تصور، مش يعني في شكل من الاشكال لعوده الاستقرار ودعم عوده الاستقرار في ليبيا. مسؤولين عنه كلنا، مش على قد الناتو. الدول العربيه معنيه، احنا معنيين بده، بس مش محدش بيتصرف لوحده. طبعا. طبعا. هل عم يصير الان خاصه بظل التطورات والايام الماضيه، هل في عم يصير اتصال وتنسيق مع الدول الاخرى المجاوره لليبيا لناحيه يعني احتواء خطرها؟ المواطن عبد الفتاح المواطن عبد
يعني اكيد اذا عم توصل لك معلومات. طيب فيما يتعلق بالشرق كنا عم نتحدث عنه، طبعا دائما عندما نتحدث عن الشرق بشكل عام نعني الجهة الفلسطينية، يمكن تخصيصا في مصر منذ 30 يونيو بات يقال غزة فقط. هل الموضوعين منفصلين يعني الآن بالنسبة لمصر؟ مصر دولة كبيرة ما تتغيرش بسهولة تجاه أشقائها يعني. مش ممكن. مصر أكبر دولة دفعت ثمن لدعمها للقضية الفلسطينية، مفيش كلام، وانتوا عارفين كده كلكم طبعا. وده مش هيتغير بالمناسبة عشان حاجة كده ولا حاجة كده يعني. لكن أنا بقول إن الآخرين كمان ما ينسوش ده، ما ينسوش الدور ده أبدا، وعليهم أفعال تصحح أخطاء وقعوا فيها يعني. هل يحاولون ذلك بأي طريقة يعني بعد، خاصة بعد رسائل قوية؟ تاني هقول المواطن المصري ما هل طيب عندما كنت لا تزال وزيرا للدفاع هل حاولوا يعني، لأنه مش من فترة بعيدة؟ لا أبدا. طيب الآن في مشروع حكومة وحدة وطنية فلسطينية ومصالحة تتبلور أكثر، يعني المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كيف يرى ذلك؟ أي جهود هتساهم في وحدة الفلسطينيين، هتساهم في حل القضية الفلسطينية، احنا لازم هنشجعها وهنبقى سعداء بيها. دي قضية العرب كلهم. أكيد. قضية يعني مركزية. ده عاملة مشكلة بقالها سنين طويلة جدا، فأي خطوة للأمام احنا هنبقى سعداء بيها وهنشجعها. بس هذا الأمر يحصل وهيدي التطورات بين مصر وحماس وغزة تحصل في الوقت اللي تتأزم فيه كثير عملية السلام، وهناك من يرى بأنه يعني هذا الموضوع ليس أولوية الآن بالنسبة للعرب. ده لم يمنعنا ان احنا نقول هذا اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده كله، لم يمنعنا ان احنا نقول بمنتهى الوضوح ان الوقت اللي احنا فيه قد يكون من افضل الاوقات اللي يتم حل القضيه الفلسطينيه فيها. قلنا كده. يعني مش احنا مجرد ان يبقى في موقف خدنا رد فعل سلبي او معاكس، لا، في ثوابت للموقف المصري. اي اجراء، اي فرصه لحل القضيه احنا هنبقى داعمين ليها بصراحه، لان احنا بنتكلم على الشعب الفلسطيني كله مش على. صحيح. بس الان الحاصل ترى يعني بانه ممكن انه يوصل الى اصطدام، يعني التأزم بمسألة استئناف المفاوضات ممكن يوصل إلى صدام جديد بين مين ومين؟ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو يعني ما بعرف تنازل جديد كما يراه البعض، ممكن أن يكون يعني خطوة إلى الأمام. هل ترى؟ احنا بنتمنى أنها تبقى خطوة للأمام وبنشجع عليها، وبنقول لكل الأطراف الدولية والأطراف الأزمة نفسها، بنقول لهم في فرصة حقيقية دلوقتي لحل هذه القضية. وبصراحة لابد من إعطاء الفلسطينيين أمل. في سنين طويلة جدا بدون أمل، عايزين أمل حقيقي، أفعال حقيقية على الأرض تساهم في أن يبقى في استقرار وفي مناخ لحالة أفضل من اللي احنا فيها. احنا اتعمل اتفاقية السلام من أكتر من 30 سنة دلوقتي. صح. يعني ما فيش حاجة تانية اتعملت من ساعتها، عايزين حاجة تانية تتعمل يتبني عليها بصراحة. كان مطلوب مصر تطلع من الحرب. يعني أنا مش هخش في النقاش دوت، لأن أنا ليا وجهة نظر مختلفة الحقيقة. أقولها؟ اتفضل. أنا عايز أقول لك، تعالي، كان حد عايز يطلع مصر من الحرب، وجم أشقائها قالوا ماشي، مصر هتاخد أرضها، إحنا معاها، جنب منها، مش هننفصل عنها. ينجح الترتيب ده لو على فرضية ان هو ترتيب بيتعمل؟ ينجح؟ ما ينجحش. ده بالعكس. يبقى عززنا القدرة العربية بحصول مصر على أرضها. هو الفكر كده والاستراتيجية كده. هو هياخد أرضه
باتفاقيه، احنا معاه، احنا بساعده. رح نتابع بالعلاقات مشكله. رح نتابع بالعلاقات العربية، ننتقل إلى موضوع الخليج، ولكن أيضا نتوقف مع فاصل. من بعد مشاهدينا وسيادة المشير حديثنا رح يتناول العلاقات العربية أيضا من زاوية الخليج وأمنه وإيران، وطبعا أزمة سوريا الدامية وجيرانها وصولا إلى العراق بالضبط. ابقوا معنا بعد الفاصل. ومن جديد نعود إلى لقائنا مع المشير عبد الفتاح السيسي مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية في هذا النقاش الذي وصلنا فيه إلى العلاقات العربية، وفي هذا الجزء نتناول موضوع الخليج والأمن في الإقليم إضافة إلى تطورات سوريا ومحيطها. سيادة المشير، بموضوع الخليج طبعا معروف أنه كان في دول خليجية داعمة جدا لسيادتكم عندما كانت هناك خارطة الطريق، ومن الواضح بأن العلاقة تتركز أكثر مع هذه الدول في الشهور الماضية، والكل يسأل عن مستقبل هذه العلاقة وطبعا ما يرتبط بها من أمور أخرى سياسية وأمنية في الخليج عموما. طب نقول إن هم وقفوا جنب مصر، مش جنب شخصية بعينها، عشان هم وقفوا جنب مصر، جنب مشروع يعني، جنب مصر الشقيقة. نعم. مصر نعم. كانت في أزمة وهم شافوها، وشافوا شعب بيصنع تاريخه، فوقفوا جنبه، مفيش كلام. أمننا أمن مصر لا ينفصل عن الأمن في الإمارات والسعودية والكويت، أمن العرب كلهم. نعم. والخليج على رأسهم. احنا حريصين على ان دايما نبقى كلنا مع بعض، عشان احنا لما بنبقى مع بعض دايما بقول ده احنا عالم كله بيتكتل، عالم كله بيتوحد، عالم كله بيتفاهم، احنا امننا مرتبط ببعضنا. نعم. وبالتالي انا شايف ان احنا محتاجين نعمل كل الجهد وبكل الجدية وبكل الانفتاح عشان نحقق هذا الأمر. ما حصل منذ عام تقريبا، يعني حيصير عام، غير من علاقات مصر الخليجية بين الجيد جدا والمتوتر جدا. هل برأيك هذا يعكس، حتى طبعا العلاقات الخليجية نفسها تعيش هذا المد والجزر أيضا، هل هذا برأيك يعكس حجم الخطورة الإقليمية أو حجم ربما مغامرات بعض الأطراف؟ حجم المخاطر صحيح، أنا صحيح في مخاطر، والمخاطر دي كانت يمكن تكون في وقت ما في ذروتها وتراجعت وستتراجع، وكل ما نكون مع بعض ممكن ما يبقاش في مخاطر، لكن في تحديات. الأمن القومي العربي كتلة لا تنفصل ولا تتجزأ. نعم. فاحنا محتاجين نخلي بالنا من دي، واحنا مخلين بالنا وبنقول لأشقائنا زي ما قلت كده، مسافة السكة. مسافة السكة. طيب بس يعني تعرف اليوم الخليج سيادة المشير عينه على المفاوضات بين الغرب وإيران، وعنده شكوك وعنده قلق. هل برأيك يعني هذه المسألة يجب أن تكون محط متابعة دقيقة من كل العرب، خاصة مع دائما الحديث عن مشروع إيراني في المنطقة يحاول أن يفرض نفسه في أكثر من منطقة؟ هي الدول حياتها كده، الدول حياتها تحديات وخطط بتشتغل عشان تواجه التحديات. لدينا
القدرة على ان احنا نحمي امننا القومي بمنتهى الوضوح وبكل قوة. عندنا الفرصة دي من غير ما اتكلم على حد بعينه. ربما إذا بدي أدخل على الموضوع الإيراني بسأل عن العلاقة بين إيران ومصر، خاصة بأنه بسنتين الماضيتين طبعا في أكثر من صورة مهمة أو موقف مهم في هذا السياق، بدءا من علامة النصر اللي رفعها الرئيس محمود أحمدي نجاد في جامعة الأزهر، وطبعا استفزت كثيرين. كيف يرى سيادة المشير مستقبل العلاقة بين إيران ومصر، طبعا اللي هي مقطوعة منذ 30 سنة، كان في محاولات إحيائها بالسنوات الماضية؟ أنا أتصور وهم عارفين كده كويس إن العلاقات مع مصر هتيجي من خلال دول الخليج كده. طبعا مش دول أهلنا وناسنا، وإحنا يهمنا إن هم يبقوا عايشين في أمان وسلام من خلال الخليج. كيف يعني؟ أكيد يعني لازم حابين يسمعوا تفصيل يعني هو باختصار كده إحنا ممكن نتفاهم على حاجات كتير، لكن مش معقولة ممكن نتفاهم على إن أمن الخليج يبقى مهدد أو يبقى في ترتيبات بتتعمل للأمن الإقليمي على حسابنا. مش معقول ومش مقبول. يعني زيارة مصر حتى تمر عبر الخليج؟ أنا اللي بقول عبر الخليج اتصال بمصر عبر الخليج. يعني إيه بقول عبر الخليج بس عشان تبقى الأمر واضح. مش معقول يعني إن إحنا نحس إن أشقائنا في الخليج مش مرتاحين ونبقى إحنا مرتاحين. لا، إحنا برضه هنبقى مش مرتاحين لغاية لما الخليج يطمئن ويهدأ وما يبقاش فيه تهديد. ده اللي مطلوب. طب ومسألة أنه إيران تسوي أمورها، ربما ستصل إلى اتفاق نهائي مع الغرب فيما يتعلق بالملف النووي، ويعني تحاول أن تسوق ذلك انتصارا لنفسها ولمشروعها عموما، كيف تراه؟ هي من حقها أن هي تأمن مصالحها، وإحنا كمان نأمن مصالحنا، ولدينا ما يؤمن مصالحنا. والتوازن قائم؟ أكتر من توازن كمان. انتوا مش واخدين بالكم بقى ولا إيه؟ نبهنا أكتر. لا طبعا توازن قائم. في جيش هنا مع أشقائه. احنا لن ننسى أبدا للسعودية والإمارات والكويت والأشقاء في الخليج وقفتهم جنب مصر. في شيء جديد من نوعه، كان مناورات مشتركة وتعاون عسكري مشترك، يعني ما هي أسبابه أبدا ومستقبله؟ يعني مش ضد حد، إنما احنا نتعاون مع بعض ونأمن مصالح بعض ومش على حساب حد. يعني احنا ما بنتكلمش إن احنا نشتغل ضد مصالح الآخرين أو نهدد مصالح الآخرين. نعم. بس كمان بنطالب الآخرين إن هم لا يعملوا لا ضدنا ولا ضد مصالحنا ولا يهددونا. يعني علاقة عادلة، علاقة متوازنة. لو فكرنا واشتغلنا كلنا بما فيه حتى الإيرانيين بالشكل ده، ممكن يبقى في صيغة نتفاهم بيها مع بعض. مصالح الكل محل اعتبار. ما رأي سيادة المشير انطلاقا طالما عم نحكي عن إيران بالحاصل في سوريا، وطبعا الدور الإيراني الكبير فيه إلى جانب النظام مهما كان الثمن؟ أنا عايز أقول في سوريا بالذات سلام واستقرار ووحدة الأراضي السورية، ده هدف استراتيجي لنا كلنا. يعني تقسيم سوريا إلى دويلات في منتهى الخطورة على الأمن القومي العربي. احنا في حالة انكشاف كبيرة جدا، بدءا من العراق وصولا لسوريا. فلازم نخلي بالنا ان احنا بنقول ايه. الحل سياسي سلمي، ادي جزئية. الحل لا يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى تقسيم سوريا. دي تاني نقطة أو تاني اعتبار عايزين نحطه واحنا بنتكلم عن سوريا. الحاجة الثالثة إن لا يمكن أبدا يبقى المناخ هناك يؤدي إلى وجود العناصر التكفيرية والإرهابية وتبقى زي ما قلت كده أفغانة الدولة السورية أو أفغانة سوريا.
ده لازم الثلاث نقاط دول لازم يتحطوا في الاعتبار واحنا بنتكلم على حل، او احنا بنتكلم على احنا شايفين سوريا ازاي. حل سياسي سلمي، حل لا يؤدي الى تقسيم سوريا، حل يؤدي الى تصفيه الموقف المتطرف والارهابي على الارض في سوريا. الثلاث نقاط دول، والا هيبقى ده عباره عن منطقه بتدفع بالارهاب والتطرف والقتل للاردن، لمصر، السعوديه، لكل دول الجوار. بس طيب اليوم مع طبعا التطورات وأولا ما حصل في جنيف 2 ومسألة انتخابات رئاسية ب 2 يونيو في سوريا والتوتر الأمريكي الروسي جدا كبير الآن، يقال بأنه لن يكون هناك مسألة طروحات سلمية قريبة. ماذا يعني ذلك؟ يعني يجب أن ننتظر أكثر؟ هل يستطيع العرب أن يقدموا مبادرة سلمية الآن ولا الاستقطاب العالي بالأزمة السورية يساعد ذلك؟ ما فيش شك أن الأزمة معقدة، ما فيش كلام. لكن بالفهم والوعي والجدية والمصلحة العربية والأمن القومي العربي لو نتحرك هيبقى فيه فرصة لإيجاد مخرج. نعم. طيب بس هذا بيعني أنه سوريا ستعيش المزيد الآن من ما تعيشه من دمار يومي ما فيش كلام. ما دي أزمة كبيرة، أزمة كبيرة. ذكرت موضوع العناصر التكفيرية والعناصر الإرهابية وأفغنت سوريا كما سميتها سيادة المشير. أيضا الغرب يركز على هذه المسألة بما يراه مثلا بما تراه المعارضة بأنه أصبح على حسابها، يعني لم يعد أحد مهتم لقضية الشعب السوري بقدر ما أصبحت العملية أنه هناك إرهاب وهناك نظام. ما رأيك؟ ما أنا الغرب لما اتكلمنا في النقطة ديت كنا بنقول إيه؟ بنقول ده أنتم دفعتم بمواطنين، يعني اللي عقد الموقف إيه؟ إن تم استدعاء عناصر تكفيرية ومتطرفة إلى الأراضي السورية. عقد الموقف مع المعارضة، عقد الموقف على إيجاد حل حقيقي، لأن بقى في عامل غير مستقر دائم موجود على الأراضي السورية دلوقتي ويمكن مستقبلا، لازم يتحط في الاعتبار. ده لو ما كانش موجود كان يبقى في كلام تاني. نعم. حتى الغرب في مواطنين من عندهم، والكلام ده أنا قلته قبل كده، 2000 ويزيد من نعم أكثر من لا أنا بتكلم على من الغرب. إيه من الغرب؟ من إنجلترا، من فرنسا، مزبوط. من ألمانيا كتير. طب وبعدين؟ طب دول هيروحوا فين؟ طب مين اللي جهزهم؟ مين اللي جهزهم من بلادهم يجوا هنا؟ دول كانوا عايشين بيقولوا ريكروتمنت يعني الدول الأوروبية والغربية تقول ريكروتمنت عبر الإنترنت. على كل حال هي في الآخر بقى واقع موجود، بقى ليه تأثير سلبي على المشكلة السورية. أنا مش عايز أتكلم فيها كتير، لكن أنا قلت 3 نقاط أو 3 اعتبارات مهمين قوي في رؤيتنا للموقف في سوريا. طب من العراق إلى سوريا إلى لبنان، الحديث عن الآن صراع لم يعد محليا في هذه الدول، هناك من يسميها حرب إقليمية. هل ترى فعلا بأن تلك المنطقة تعيش حرب إقليمية؟ وكيف يمكن إنهائها بدون المزيد من الخسائر المؤلمة؟ أتصور المخرج هيكون في سوريا هيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في باقي المنطقة. مفيش حرب إقليمية بالمعنى الكبير ده، لكن هو في حالة اضطراب شديدة في سوريا، لأن في تأثير، في تداعيات للموقف في سوريا على جيرانها، على لبنان، على الأردن. احنا من 3 أسابيع أو أكتر كان في شاحنات حابة تخش الأردن عبر حدودها وتم التعامل معها بواسطة القوات الأردنية الجوية. صحيح. يعني عايز أقول هو مش على قد لبنان لا، في حاجة لما الموقف في سوريا يتصفى بشكل جيد هيبقى ليه تأثير إيجابي على المنطقة في لبنان وفي الأردن وفي حتت تانية كتير. طيب الجزء الآخر من علاقات مصر مع باقي الدول مع الغرب في ضوء طبعا كل التطورات الماضية
بعض المسائل الأخرى التي لم نسأل عنها ستكون بالجزء الأخير بعد الفاصل سيادة المشير. ومشاهدينا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا في الجزء الأخير من هذا اللقاء الذي خصنا به المشير عبد الفتاح السيسي. ونعود مشاهدينا إذن إلى الجزء الأخير من لقائنا مع المشير عبد الفتاح السيسي مرشح انتخابات الرئاسية المصرية هذا العام بعد أيام قليلة. سيادة المشير، نتحدث كنا عن العلاقات العربية، وبنفس الإطار العلاقات الخارجية أود أن أمر سريعا عن العلاقات المصرية مع مجموعة من الدول الغربية. طبعا من دون أسئلة راح أطرح أسماء الولايات المتحدة بعد ما بدأ أنه توتر فبرود. الآن كيف هي العلاقة أو كيف تراها؟ أنا أتصور أنهم كانوا محتاجين وقت يعني عشان يشوفوا فيه الواقع في مصر وبيتشكل إزاي، ويعرفوا أن المشكلة والأزمة اللي كانت موجودة كانت إرادة شعب الجيش انحاز له، مش حاجة تانية. والوقت ده هم خدوه وهم بيتفهموا كل يوم عن يوم ان الواقع ده نعم العلاقة في تحسن يعني. احنا بنديهم الفرصة ان هم يشوفوا، ودايما بنقول لهم يعني تعبير دايما احكي معاهم واقول لهم شوفونا بعيون مصرية. يعني عيشوا الواقع بتاعنا وانتوا بتحكموا علينا زي ما احنا بنعيش واقعكم واحنا بنحكم عليكم. يعني احنا بنشوفه بعين امريكيه بالمناسبه. والله. نعم. وده امر مهم في الفهم والوعي، ان انا لما اتكلم مع حد اتكلم مش من منظوري انا فقط، لا اتكلم كمان من منظوره هو، عشان يبقى في قواعد للتفاهم. نعم. بيننا وبين بعض. الاتحاد الاوروبي برضه هو يعني يمكن فهمه للواقع في مصر اتحسن كتير، ويمكن يكون اسرع. بدي لك افضل من الولايات المتحده. نعم. نعم. يعني العلاقه يمكن ان توصف الان بان تعود الى دفئها. العلاقه مش هتعود الى دفئها الا بنزول الملايين المصريه الى الانتخابات، لان دي الصوره اللي هتتقدم للعالم كله حاسمه وقاطعه وكل حاجه. يعني لانه بيكمل ما يراه الغرب انه مسار ديمقراطي. بالظبط كده. بالظبط كده. طيب العلاقه مع روسيا التي يبدو بان تعود لتكون لاعب اساسي في المنطقه. موضوع الانتهازيه السياسيه وموضوع ان يعني اللعب على الحبال ده مش من سياستنا خالص ولا من مبادئنا بالمناسبة. نحن نقيم علاقات مستقرة ومحترمة مع الجميع، والعلاقات مع روسيا مش جديدة. ليست جديدة، ولكنها تستعيد كثير من الدفء من الطرفين، وتستعيد دفئها مش على حساب علاقات أخرى. احنا ممكن نعمل علاقات دافئة مع الدنيا كلها. ايه المانع يعني؟ لا طبعا أكيد ما في مانع، ولكن ما هو طبعا دول مصالح. روسيا متحمسة ومصر متحمسة، شو سر أن كان يعود هذا الحماس؟ لا، في دول كتير كمان متحمسة، مش بس روسيا الحقيقة. صحيح. فاحنا وبنقول ان احنا في مصر دلوقتي التحديات اللي بتواجهنا سواء كانت تحديات إرهابية أو اقتصادية محتاجين بصراحة ان احنا نتعاون مع الجميع، ويبقى في تطور للعلاقات مع الجميع. وبقول ان العلاقات بين الدول ما بقتش زي الاول كلها لازم يعني على حساب حد استقطاب. لا، في شكل من اشكال التعاون المفتوح بين الدول بشكل او باخر. احنا بنسعى لكده، وهذا التعاون يتبلور يعني باتفاقيات عسكريه ودفاعيه واسلحه وغيرها. يعني الموضوع العسكريه معاكم يعني مش نحن الاتفاقيات هيك، حتى في اتفاقيات سياحيه يمكن كمان. ما احنا محتاجين ده. واحنا كمان عايزين الخليج يزيد زوارهم لمصر يعني بصراحه. فرصه يعني، دي بلدهم والموقف هنا امن ومستقر. يعني عموما الخليجيين ما بدهم تحميس على مصر، بيحبوا مصر. انا عارف، بس انا بتكلم مزيد يعني الحقيقه.
طيب استغل دقائق متبقية لحتى يعني اربح بعض النقاط. كنا حكينا عن تحديات مصر الداخلية لكننا لم نتحدث والخارجية المحيطة بها، لكن لم نتحدث بشكل أساسي عن تحدي المياه والنيل، سد النهضة، ويعني أين آلت إليه هذه الأزمة الآن؟ باختصار شديد، الأزمة دي عايزة شغل كبير جدا وجهد كبير جدا وحوار هادئ ومتعقل لإيجاد مخرج مناسب يراعي مصالح البلدين، مصر وأثيوبيا وحتى دول حوض النيل كمان، السودان وغيره. ممكن نعمل ده، يعني قواسمنا في التفاهم، قواسمنا في المصلحة واحدة، بس ازاي نصل لها ده محتاج ان احنا نشتغل عليه. يعني هل سوء الفهم او سوء التواصل هو اللي اوصل الامور الى احنا ازمه لازم نعترف ان احنا يعني اهملنا الملف ده فتره كبيره، واي حاجه هتهمليها هتجد فيها مشكله. اي حاجه هتهمل هيبقى فيها مشكله. بس هل تحتمل مصر بان تهتز حصتها المائيه؟ والله احنا دايما بنقول وهم متفاهمين ده، بنقول ان احنا في مصر ما عندناش مصدر تاني للميه. هم عندهم امطار طول السنه او عندهم ميه تكفيهم بلا مشاكل خالص، وهم محتاجين الميه دلوقتي عشان يعملوا منها كهرباء. وبرضه احنا شايفين ان ده من حقهم، بس بنقول لهم وانتم بتوصلوا لحقكم ده خلونا نتفاهم على ان ده ما يجورش على حقنا، في ان احنا حصتنا تصل لنا، ان في 90 مليون ما عندهمش يعيشوا غير على الميه دي. طيب يعني من هذا المنطلق، طالما مسألة الموارد المائية هي الأساس في هذا الموضوع، لماذا يصر الطرف الآخر على توزيع مختلف لمياه النيل، ويقال طبعا يسوقون الحجة فيها بأنه مصر تأخذ الحصة الأكبر ولا أحد يقف أمامها؟ يعني لا أبدا، مش مسألة ما حدش يقف أمامها، لكن هي في حاجة، في كلام كتير نقدر نتكلم فيه. ده تاريخ مية مصر اللي بتوصل لها، ده تاريخ. عايزين نتفاهم ونتكلم وندور على المصالح المشتركة، وازاي نحل المسألة من غير خلافات ومن غير ما يكون في تأثير ضار على بعضنا البعض. لازم هنشتغل على ده ونوصل لحل. طيب الساحل المصري على البحر الأحمر أيضا، يعني نحن نتحدث عن ساحل ربما هو من الأكثر توترا الآن، مناطق أكثر توترا في العالم، إذا ما يعني تحدثنا عن شرق أفريقيا، الصومال، وأيضا ربما التوترات التي تحصل أحيانا في السودان. هذه المنطقة بكل الفوضى التي تعيشها بعض سواحلها كيف بتأثر على مصر؟ عشان كده احنا بنقول ان سواحلنا دي موجودة مع اليمن ومع السعودية ومصر والسودان. معقول ان البحيرة العربية ديت ما نعرفش نخليها مستقرة وآمنة أكبر من أي حتة في العالم؟ نقدر. ما في منها خطر يداهم أو يوازي أخطار أخرى، خاصة إنه يعني جزء من سيناء احنا شغالين على ان ما بقاش في مخاطر على كل حال، لكن بقول تاني إذا كنا بنتكلم على البحر الأحمر، اللي أنا بقول إن هو بحيرة عربية، بحر عربي، السعودية واليمن ومصر والسودان وباقي الدول، نقدر قوي إن إحنا نخليه هذا المكان. والصومال طبعا بقول كل وباقي الدول عشان ما أقصد أقول نقدر، وعندنا وهو مستقر، إحنا موجودين هناك في البحر الأحمر. طيب يعني من حظنا انه نحن من القنوات اللي عم تحاور حضرتك قبل ساعات ليست بكثيره من الصمت الانتخابي اللي راح يكون يومين في مصر، طبعا مع بث هذه المقابله. هل يعني كانت هذه الحمله الانتخابيه كما خطط لها المشير عبد الفتاح السيسي، ام اختلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أول يوم حملة انتخابية حتى اليوم، وتعتقد بأنه في شيء كان لازم يعمل؟ أنا كنت عايز سؤال تاني بصراحة.
طيب اتفضل عارف اساله وجاوب. كنت عايز اسال تقولي لي انت قبل الصمت الانتخابي ده ايه الكلمه اللي انت ممكن تقولها ويمكن وتوجهها؟ انت تركتها اخر شيء، اذا بدك تبلش فيها تفضل. لكن هقول برضو إيه. عشان يعني حضرتك طرحت سؤال ما يصحش ان انا ما اجاوبش عليه. تسلم. انا قلت في اول بيان طلعته ان الحمله مش هتبقى حمله تقليديه بالمعنى. انا قلت كده، وقلت ان هي مش هيبقى فيه غير حمله شعبيه بشكل او باخر. هل وصلت اهدافها بهالمعنى؟ يعني هل وصلت رسالتها؟ لا يعني عايز اقول ايه، حققنا انجاز كويس، وانا ما كنتش بشتغل على ان انا انجح في انتخابات بصراحه بقى. انا كنت بشتغل على ان انا اعمل حاجتين. اعمل تواصل مع كل القوى الحيه في المجتمع المصري، واعمل تواصل عشان اقول مش هشكل وعي، ما يصحش اقول اشكل وعي، ولكن عشان اقول وجهه نظر ورؤيه تجاه الواقع المصري. قعدت مع ناس كتير قوي ومع كتر كتير قوي، مع الاعلاميين والسياسيين والمثقفين والمفكرين ورجال الاعمال، كل الناس. كنت بشرح لهم زي ما احنا قاعدين كده حجم التحديات اللي في مصر، وقد ايه عايزانا نبقى كلنا مع بعض في مجابهتها. انا كنت شايف ان ده مصلحه اكتر كتير من ان انا احشد الناس في اتجاه حاجه معينه، لان انا تصورت ان انا مستدعى في مهمه لانقاذ هذا الوطن، واذا اراد ربنا سبحانه وتعالى وكنت موجود هبذل كل الجهد بما في حياتي لانقاذ هذا الوطن. هل يعتقد سيادة المشير أنه عدم وجوده بتجمعات انتخابية كما جرت العادة، أو إذا حضرتك بتحب تسميها حملة تقليدية، عوض الخطوات الأخرى اللي اتخذتها الحملة، عوضت هذا أم هذه مسألة استغلت ضدك؟ انزلي اقعدي مع ناس في الشارع وانت تعرفي. صحيح، شوفي الناس يقول لك لا احنا خايفين عليه. الناس اللي هم الناس بساط خالص، المواطن اللي في الشارع في صوت عالي في وده مقدر برضو. نعم. ولكن في واقع، الواقع غير كده. الناس مقدرة ده. الناس ما كانتش مستنية مني حاجة هقولها تاني خلال الشهر ده عشان تستدعيني. دي نقطة في منتهى الأهمية. احنا حولنا الموضوع من استدعاء انزل يا سيسي الى انه فين برنامجك. نحن حولنا الموضوع. مين لا حوله؟ لانه في جدل عن النقطه البرنامج الانتخابي. لا انا ما اقصدش يعني. أحسن. لا انا ما اقصدش يعني، اقصد اقول يعني مش كده يعني. طيب لسه بقى الكلمه الاخيره بالضبط. نعم. وانطلاقا من 25 و30 25 يناير 30 نعم. يونيو بقول لكل المصريين وكمان اشقائنا العرب، للمصريين بقول لهم انتوا بتتكلموا على قوة ومكانة مصر، بتتكلموا على أزمة سد النهضة، بتتكلموا على العلاقات مع الدول الغربية، بتتكلموا مع مصر. وزن مصر مرتبط بوزن الداخل في مصر. إذا كان الداخل في مصر مستقر وقوي هيبقى كل الباقي نقدر نتعامل معاه بحجم القوة دي. احنا أقوياء هنا هنتكلم مع أي حد ويقدر كلامنا. احنا قاعدين جوه بعضنا بنتنازع ونختلف، هينعكس على الخارج. المصلحة الوطنية، المصلحة القومية تستدعي ان كلنا كمصريين نبقى على قلب رجل واحد من أجل مصر بكل ما تعنيه الكلمة من مصر. طيب ده ممكن يبان ازاي؟ أول نقطة ان احنا نستدعي الحالة دي، نستدعي بلدنا واستمرارها واستقرارها وتقدمها. ادي واحدة. نمرة 2 ان في الانتخابات القادمة ديت أول خطوة للوصول اللي أنا بتكلم فيه ده، ان حجم المصريين مش عشان دعم مرشح بعينه، لكن عشان تأكيد حالة بعينها، حالة إن المصريين بيصنعوا تاريخهم.
ينزلوا يختاروا ما شاء طبقا لإرادتهم وطبقا لرؤيتهم. إنما 30 مليون مش هيبقى كفاية. 30 مليون مش هيبقى كفاية، عشان انتوا بتدوا رسالة. عايزين المفاوض الأثيوبي يبقى قاعد معاكم أو مع مندوبكم وهو مقدره. عايزين؟ طيب انزل بقف، وانزل اقف ساعة ساعتين 3 4 10. أنا آسف إني بقول كده، أنا مقدر وقفتك، لكن هو ده الثمن اللي يخلي المفاوض المصري بيتكلم مع المفاوض الأثيوبي بمنتهى القوة. عايز علاقة مصر تبقى لها وزن وثقل في منطقتها ومع العالم الخارجي، انزل وقف. والكلام ده لكل المصريين وخاصة الشباب، مش المصريات. المصريات مش ممكن، مش ممكن والله. بصي، المصرية، الست المصرية وأنا مش، ده واقع. يوم 26 أنا ما كلمتهاش، أنا قلت هي اللي عملت نعم الصورة، استدعت نفسها. وأنا لما حد سألني قال لي أنت استدعتها، قلت له لا أنا ما استدعتهاش. المصرية استدعت نفسها وتحملت مسؤولية وشافت اللي كتير مننا ما شافوش بشكل مبكر. تخيلي، لها التحية والتقدير والاحترام. وشكرا الجزيل لاستقبالك لنا بهذا اللقاء المطول. نتمنى أنه نكون أضأنا على كل النقاط التي تهم المشاهد العربي وما يهم المشاهد المصري، ولو أن المشاهد المصري أكيد ينال حصة كبيرة من خلال الإعلام المحلي ويتناول قضايا أكثر. بدي أشكرك شكرا جزيلا مرة جديدة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح إلى انتخابات الرئاسة على هذا اللقاء، وأشكر كل المشاهدين الذين تابعوا هذا اللقاء معنا، وإلى اللقاء معكم.